السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نتست الرامات؟ وهل الرامات بتتست عن طريق التولز اللي موجودة على الميني ويندوز، ولا عن طريق الويندوز نفسه بأوامر السي ام دي، ولا ليها طريقة تالتة؟ او ايه الطريقة اللي انا بستخدمها؟ انا عن نفسي ما بستخدمش ولا سي ام دي ولا اوامر ولا الكلام الفاضي ده، كل ده كلام فاضي ملوش اي لازمة. تمام؟ والناس اللي بتعمل الكلام ده على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا كده، كل ده عشان ريتش بس مش اكتر، وكلام فاضي ملوش اي لازمة يعني. تمام. الطريقة التانية، تيست من على التولز اللي موجوده على اسطوانات الصيانه، نفس القصه، كلام فاضي وضحك على الدقون. هتست وهيقول لك 100% ومفيش اي مشاكل. تمام. ايه الطريقه الثالثه؟ الطريقه الثالثه انا عن نفسي بستخدمها، بركب الرامه في الجهاز. لو جهاز مثلا فيه 4 رامات، ما ينفعش اركب الرامه اللي هتستها مع ال4 رامات، لا انا اركبها لوحدها فقط. تمام. اثبت ويندوز جديد على الجهاز. الاول بدخل على ميني ويندوز، تمام، واثبت ويندوز جديد. فتح معايا اصلا في الشويه اللي في الاول دول، خلاص زي الفل. ما فتحش يبقى في مشكله في الرامه. ده كده اول تيست. تاني نقطه، ثبت ويندوز كامل والويندوز فتح معايا ووصلت لسطح المكتب واشتغل زي الفل، يبقى كده الرامه كويسه بنسبه 50%. عشان اتاكد 100% لازم اضغط كليك يمين بروبرتيز. لما بضغط كليك يمين بروبرتيز، الجهاز بيقرا خصائص الجهاز كامله وبيعمل فحص على السريع للرامات وتيست كامل لمواصفات الجهاز في كليك يمين بروبرتيز. تمام. اذا في مشكله في الرامه هيجيب لك شاشه زرقاء في نفس الوقت، او الشاشه ترعش. يبقى كده اتاكدنا من الرامه بنسبه 75% ان الرامه سليمه ما فيهاش اي مشاكل. طيب انا عايز اتاكد 100%، اعمل ايه؟ هل في اوامر سي ام دي؟ قلت لك ده كلام فاضي. هل في تولز؟ كل ده كلام فاضي برضه. التولز دي هتفرغ لك بس شحنات في الرامات وكلام فاضي كده ملوش لازمه. طب ايه الطريقه الصح؟ اشغل لعبه، او لو انا هشتغل جرافيك او مونتاج، اعمل شغل ريندر او ايا كان، يا ترندر يا تشغل لعبه. تمام. نص ساعه ساعه امورك تمام، الرامه كده 100% ما فيهاش اي مشاكل والدنيا جميله عندك. ده التست الصح للرامات. وسيبك من العيال اللي بتعملها كده فيديوهات ايه عشان الريتش والكلام الفاضي ده، وازاي تتست الرامات ويعمل لك مونتاج وشغل كده فشيخ، كل ده في الفاضي. انا احب اديك المعلومه صايمه، ماليش في الهري والكلام الفاضي ده. تمام. طيب، نقطة أهم بما إن إحنا فتحنا موضوع الرامات، لازم الرامة دي لو هتركب مع الرامات دي لازم كلهم يكونوا باص واحد. يعني إيه باص واحد؟ يعني لو أنا قربت على الرامة كده مثلا أهو، طبعا هي مش هتظبط أيا كان أهي، لازم أبص على الباص بتاعي اللي موجود. الباص عندي هنا 12800، ما ينفعش أركبها مع 6 مع 10600، ما ينفعش، لازم كله 12800. الباص بيكون موجود هنا كده في المكان القذر ده. تمام. هي طبعا مش عايزه تظهر. المهم، ما ينفعش اركب. هتلاقي واحد فلحوس يقول لك يا باشمهندس انا ركبت 10600 مع 12800، مفيش مشكله والجهاز اشتغل. خش العب يا حبيب قلبي، شغل لعبه كده تلاقي الجهاز راح جايب لك شاشه زرقاء، وتيجي بعد كده تقرفني وتقول لي شاشه الموت من ايه يا هندسه؟ ما هو بسبب العك اللي انت بتعمله، واخد بالك؟ فدي طرق مهمه جدا لازم تبقى عارفها. نقطه تاني، اشتريت رامه زي كده، ابص على البنات اللي موجوده دي او السنون على حسب لهجه كل بني ادم والتاني. شايف السنون اللي فوق دي كده او البنات اللي فوق دي؟ لو لقيت واحده فيهم من هنا كده مش باللون ده، يعني طاير منها طرف كده، خلاص دي كده فيها مشكله. مش مشكله بقى، ده دي بايظه، مش هتشتغل اساسا، ولو اشتغلت هتعمل معاك برضو مشاكل. فلازم السنون دي تكون كامله. هتيجي تلاقي واحد يقول لك ايه الحته اللي في النص دي اهي، واخد بالك؟ في سن هنا وهنا طاير، لا هي مش طايره، هو كده صح. الرماد دي كده زي الفل، امشي على النظام ده يا حبيبنا. تمام. لكن لو لقيت نفس الحته اللي باللون البني دي هنا في النص او هنا او هنا او طايره من اي مكان، بايظه، ما تاخدهاش. معلش 4 دقايق ونص بس، يعني فدتك على قد ما اقدر في موضوع الرامات. من الاخر، ثبت ويندوز جديد، شغل لعبه، شوف اداء الجهاز معاك زي الفل ولا اتجمد معاك، كده انت اتاكدت ان الدنيا جميله. وما تخليش حد يضحك عليك. السلام عليكم.